أهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية تعديل حكومي خلال 48 ساعة. قررت حل المجلس الشعبي الوطني. التغيير الجذري لا يأتي لا بالمؤسسات الجديدة. تجاوزنا مرحلة تأثير كورونا على الاقتصاد بأقل ضرر على تأثيرات وباء كورونا رغم تمني الشر من طرف البعض. الجزائر ستتكفل بأبنائها. قمنا برفع الأجر الأدنى إلى 20,000 دينار رغم الصعوبات المالية. خذنا قرارات لم تتخذ منذ سنوات. أشكركم على مرافقتكم في كل الورشات التي فتحناها. عفو رئاسي لام 30 معتقلا في الحراك.